على الدين فليبكي ذو العلم والهدى، فقد طومست أعلمه في العوالم، وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، وإصلاح دنياهم بإفساد دينهم، وتحصيل ملذوذتها والمطاعم، يعادون فيها بل يوالون أهلها، سواء لديهم التقى والجرائم. إذا انتقص الإنسان منها بما عسى يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد، فقد استوقفني كلام نفيس لابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، يحكي عن أهل زمانه فيقول: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية. ثم قال: فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه مبغضوه فيها، فالله المستعان. فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان، فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة، قد عدم سالكوها، واندفنت محاجها، وتهدمت صواياها وأعلامها، وفقد أدلاؤها وهداتها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها، تخطف الناس عنها، فالله المستعان. فليس يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميز، قد أدبه العلم وشرح الله صدره للإيمان. وقد قال البربهاري من بعده: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. انتهى كلامهم رحمهم الله تعالى. هذا كلامهم في أهل زمانهم خاصة، فماذا نقول نحن بعد 10 قرون متوالية من هذا التوصيف؟ وقد روى البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا ينكر أحد أننا في آخر الزمان، وقد عم الكفر والشرك في جميع الأرجاء والأحياء والأركان. إن الناس اليوم قد دخلوا في دين ملوك الأرض أفواجا، وخرجوا من دين الله أفواجا في كل مكان، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال رسول الله: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وهذا الحديث من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين لهذه الأقاليم، وضعهم الجزية والخراج، ثم بطلان ذلك من بعد ذلك، لأنهم يكفرون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها. وقوله عدتم من حيث بدأتم أي رجعتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، وقيل رجعتم من الكفر بعد الإسلام. إن دين ملوك الأرض في هذا الزمان ونظام الملك اليوم هو دين الديمقراطية. إنه لون من ألوان الجاهلية المعاصرة،
دين مستعلن به في هذه الديار، مهيمن على عقول الصغار والكبار. إنه حكم الملك ودينه، وحكم الشعب ودينه، كما قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. قال الضحاك بن عباس: في سلطان الملك. وقال قتادة: في حكم الملك. إنه حكم الشعب وهو دينه، وحكم الملك وهو دينه. إنه دين الديمقراطية. هل تعلم أن الديمقراطية هي حكومة الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب؟ وقيل إنها حكومة من كل الشعب وبكل الشعب ولكل الشعب. وقيل هي حكومة الشعب بواسطة الشعب. وقيل ما كانت فيه الجماعة هي مصدر السلطة، وهي التي تمارسها بنفسها أو تنتخب من ينوب عنها في ممارستها. وهذا يبين لك أن هذا النظام بحد ذاته مناط كفر الجماعة التي هي الشعب. فالناس اليوم يدرسون أوضاع الحكم في مدارسهم وقانونه في جامعاتهم، مطلعين على تفاصيل الجاهلية في إعلامهم، متلبسين بفروعها في حياتهم، فيتحاكمون إليها في محاكمهم وينتخبون على أولياء أمورهم. إنه دين الديمقراطية ونهج العلمانية الذي هو حكم الشعب للشعب، وهو نظام سياسي يقتسم فيه للمواطنون السلطان ويختارون حكامهم بحرية، ويحتفظون لأنفسهم بالرقابة الدائمة على الحكومة الديمقراطية. فالشعب هو مصدر السلطات، فهو المشرع، ويتم ذلك بإنابة أعضاء ينتخب عليهم من طرف الشعب، وظيفتها التشريع وسن القوانين في مجلس الشعب. والشعب هو الحاكم، أي الذي ينصب الحاكم الذي يرتضيه عن طريق الانتخابات بشكل دوري لإتاحة التداول على السلطات. وإلى هنا قد غصب هذا الشعب الربوبية وما اختص الله به من الحاكمية والتشريع، وادعاها لنفسه وعبد لها الشعب، وحمى سلطانه بجيوش هي من الشعب، الجيش الشعبي الوطني. وقد نفذت أحكامه وقوانينه وشرائعه في هذا الشعب. إنه النظام الديمقراطي، نظام وضعي ودين وثني يتيح لجميع طبقات الشعب حقوق المواطنة، ومن أبرزها إنشاء الأحزاب لا على أساس الدين، وأحقية الترشح للمناصب الحكومية والتشريعية، ليتم التداول على الربوبية من طرف جميع طبقات الشعب. فمن كان في هذه الفترة حاكما قد يكون في المرحلة القادمة محكوما، فهم بين رب ومربوب وعبد ومعبود من دون الله. ويفرض هذا النظام على المواطنين واجبات، ومنها حق نصرة الوطن والدفاع عنه وهو الواجب المقدس، ومنها احترام القوانين وتنفيذها. هذه نبذة مختصرة عن دين الديمقراطية الذي هو دين الشعب وحكم الشعب واختيار الشعب، والذي استنار قلبه بالتوحيد حينما ينظر في هذه الجاهلية العصرية التي الحاكمية فيها للشعب، وقد رضي فيها الشعب بحكم نفسه والخضوع لأحكامه وشرعه. ثم ينظر في كتاب ربه فيجد أن من أظهر القضايا التي تناولها القرآن هي قضية الحاكمية والاتباع والانقياد لله الواحد الديان وحده لا شريك له، وهي مدلول لا إله إلا الله، ومعنى إفراد الله بالعبودية والبراءة من الطاغوت واجتنابه. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. إن القضية عند صاحب الفطرة السليمة في غاية الصفاء والوضوح. قوم اجتمعوا في أرض لها حدود فهي الوطن، لها دستور فهو الحكم، لها شعار فهو العلم، يعقد له الولاء وعليه البراء، يعظم بالقنوت ويقاتل تحته في صمود، وكل ذلك تحت قانون الدين لله والوطن للجميع. وقد جعلوا سن القوانين والحاكمية في أنفسهم على جهة المداولة على السلطان، فمن اختارته الأغلبية فهو الحكم، دانوا له بالطاعة والاتباع لأجل محدود،
ونصبوا القضاة والحاكمين يحكمون بما يسنه المشرعين الذين يمثلون القوم، وقد سنوا حرية الأديان بل وحدتها وحرية الاعتقاد إلا التوحيد، ونصبت للناس قبابا ومشاهدا وقبورا ومعابدا، وزينت لهم عبادتها وحمتها بسيف القوم، وأشاعت الرذيلة وطمست الفضيلة، وأنكرت المعروف وأمرت بالمنكر، ونشرت الشرك والتنديد، وفتنت أهل الحق والتوحيد، فما تركوا من أمر الجاهلية أمرا إلا كان لهم منه أوفر حظ وأكمل نصيب، بل تجاوزت حد الطغيان والتنديد، فكانوا كما قال الله عز وجل في الأقوام الطاغية أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تعالى: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وقال تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. فإن لم يكن هؤلاء هم الكفار وهم المشركون وهم أهل الطغيان، فمن يكون إذن؟ من لم يكن هذا هو الكفر والشرك والطغيان، فما هو إذن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل تظن يا هذا أن الذين تعيش بينهم مسلمين؟ كلا والله، إن كنت تظن هذا الظن وتزعم هذا الزعم فاتهم عقلك وسمعك وبصرك، فأنت بحاجة إلى علاج العقل وآلات الإدراك، واسأل الله بتجرد وإخلاص أن يهديك إلى سواء السبيل. وإياك ومشايخ السلطان، فإنهم أحبار ورهبان وشياطين في أثواب الوعاظ والزهاد، وهم حربة في نحر الحق وسيف يذب عن الطاغوت بغير حق، بطونهم ملأى بالجيف وجيوبهم عامرة بفتات دراهم الطغاة، فصار علماء هذه الأمة شرارها، حالهم أشد من حال الأحبار والرهبان الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه في مواضع، وهم الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، كما في حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وهم الذين أفسدوا الدين، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فارفع برأسك ناظرا في قومنا، هل هؤلاء عصبة الإيمان؟ ألا ترى أن من نعيش بينهم هم عبيد للطواغيت، داخلون في دينه وطاعته، يجري عليهم حكمه وماض فيهم سلطانه، قد أقاموا عرشه يذبون عن ملكه ودينه، قد فشى فيهم الشرك وصنوف المكفرات، وسرى فيهم الجهل بلا إله إلا الله، فهم يقولونها لفظا ويجهلونها معنى ويرفضونها عملا بالحكم والتحاكم للشرائع المبدلة. إنهم طوائف ممتنعة عن دين الله، تقاتل بشبابها وشيبها بموجب قانون النصرة والخدمة الوثنية، يقاتلون من خرج عن دين الملك، فرجالهم جنود احتياط لنصرة الطاغوت، يستنفرهم بالقتال والنزال، كما هو واقع في أوكرانيا الآن ويقع في كل مكان وزمان. هؤلاء العبيد للعبيد، المتجنسون بدين الديمقراطية، الخاضعون لملة العلمانية، المنقادون لشريعة الطاغوت، فاكفر بهم وابرأ منهم، تحقق التوحيد، فإنهم على دين الديمقراطية وملة العلمانية. يا غربة في الدين بين قومنا، فالخلف في تعريف ذا الإيمان، ندعوهم لصحيح دين الأنبياء، يدعوننا حدثاء ذا الأسنان، فخوارج لسنا نقول بقولهم، أهل الكبائر هم ذو عصيان، أما الصحابة هم تجان رؤوسنا، في إثرهم نقف إلى الرضوان. قد كفر الصحب الكرام ديار من المانعين شريعة المنان، فكيف من قد بدل الدين ودان بنحلة قوم بني علمان. فخوارج من دين قوم بدلوا، لسنا بداخل هذه الأديان، فغير دين المصطفى لا نبتغي، نرجو النجاة وحورب الأعيان.
يا طالب الحق مريدا للهدى، اسمع بفهم حاضر يقظاني، اخلع قيود أسرهم وهوانهم كسرا لذي الأصنام والأوثان، وتعلم الدين الصحيح بحده واحكم به وضعا على الميزان، وارفع برأسك ناظرا في قومنا هل هؤلاء عصبة الإيمان، وقرأ كتابا خطه بأنامل فيه البيان الشافي والبرهان، عنونته بهداية الأنام لحقيقة الإسلام والإيمان، فاعضد عليها بالنواجذ ممسكا واحذر تزول تبوء بالخسران. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إبراهيم غدير نهجها عفاء فأضحت طمسات المعالم، وقد عودمت فينا وكيفا وقد سفت عليها السوافي في جميع الأقاليم، فلسنا نرى ما حل بالدين ومحت به الهلة السمحة وحدى القواصم، فنأسى على التقصير منا ونلتجئ إلى الله في محو الذنوب العظائم، فنشكو إلى الله القلوب التي قست ورانا عليها كسب تلك المآثم، فيا محنة الإسلام من كل جاهل ويا قلة الأنصار من كل عالم، وهذا أوان الصبر إن كنت حازما على الدين، فاصبر صبر أهل العزائم، فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوات آدم، له أجر 50 امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم.